اتنين مساكين، ادي علي جبر في المركز الثالث في مواجهه اللي بيستلم للتعدين صاحب بنفس تشكيلته محمد حلمي. قلنا بعض التغييرات الطفيفه كده سواء لغياب جبهته الشمال اللي فيها محمد ناصف، ومن اول الدوري علي فتحي ملعوبه لستانلي قدام ال 18 بدايه هجوميه في الجبهه اللي فيها حسني فتحي يعمل عرضيه انما قصيره يتعامل معاها اسلام صيام ويحل اول مشكله دفاعيه. بعد اقل من دقيقه بيفوق زمايله اسلام صيام، بيقول لهم بقى من البدايه كده ناخد بالنا. اول محاوله عن طريق حسني فتحي، الانطلاقه تاني انما مقطوعه، يرجع لورا ويرد كويس قوي وياخدها هشام عبد الحميد. بيلعب اماميه في اتجاه باتريك ادو، هدفهم بثلاث تجوان باتريك ادو اللاعب الغاني. النهارده قدرات هجوميه لنادي الزمالك ب 23 هدف. كلام بدري قوي ان احنا نتكلم على التكتيك هنا وهنا. معروف يوسف نقلتين كويسين، ايمن حفني من لمسه واحده يشغل حسني فتحي، الجبهه اليسرى اللي مركزين عليها خلال الوقت اللي فات. مفيش اي انطلاقه لاسامه ابراهيم، وكل الشغل من جبهه حسني فتحي. صفقات نادي الزمالك اللي ظهر منها 2 3 على اكتر تقدير هذا الموسم. علي جبر وباسم مرسي مستنيين. اسامه ابراهيم يلفها جامده حلوه، تعدي من عبد الستار، خطيره خطيره مش ممكن. اللي فاتت عدت من عبد الستار، خطا لمصطفى عبد الستار حارس المرمى، كان هيكلفهم جول مع البدايه. يحطها تاني معروف، انما في رايه تسلل، عدت الكره والضربه الركنيه الاولى اللي كانت مؤثره على دفاعات عبد الستار في اللعبه الاخيره. نادي الزمالك هو الاخطر في ال 11 دقيقه. اول تهديد حقيقي من الكره الثابته دي لعبه معروف اللي كان فيها تسلل، قرار سليم 100%. انما عايزين نشوف الركنيه اللي قبلها اللي كانوا هيسجلوا منها داخل الستة ياردة. اخطاء حراس المرمى في الحته دي مشكله كبيره. رمي التماس، ادي حسني فتحي قدامنا، هشام عبد الحميد يعملها زي الركنيه داخل ال 18، يتعامل اسلام جمال ويطلع الى ركنيه. ضربه ركنيه موجوده للتعدين. اللي بداوا ما يخافوش ويروحوا عند 18 الثنائي علي جبر واسلام جمال، وقلت عندهم سرعات سواء رمضان ربيع او احمد مدبولي، الاثنين صناع اللعب اللي هيوصلوا وهم اللي ياخدوا القرار الهجومي لقدام عند باتريك ادو. وهنشوف الركنيه اللي هيلعبها عبد الله الشحات قدامنا. ضربه ركنيه موجوده بدماغه يطلع كويسه اسلام جمال للمره الثانيه، هو اللي بيتعامل لغايه شركه حفني وفتحي للمهارات والاجوان والسيطره والكباري كمان. ادي التسديده، بدا الراجل يرد علينا انما بجوار القايم في محاوله بقى من الابتكار الفردي. مصطفى فتحي قال لك احل انا بالتسديد من خارج ال 18. اللعبه من جديد ورميه التماس، فكره كويسه عملت بند انما يا دوبك يرضى بجوار قايم مصطفى عبد الستار. ضربه مرمى في النهايه. كان جمهور الزمالك لا يرضى الا باداء جميل مع النتيجه، حتى لو الزمالك متقدم لازم كره حلوه. باسم مرسي يفتح الملعب لمصطفى فتحي، مصطفى الخطير، عرضيه بقرشه خطيره انما في رايه. بص عمل ايه، واحده بلسم من مصطفى فتحي. الراجل بوش رجلي، هو ده اللعيب اللي يوصلك للمناطق المهمه والمؤثره. بص شوف مصطفى فتحي بوش رجله الخارجي، تسلل فعلا انما التمريره منتهى الجمال والروعه من فتحي، اللي قلت لو فايق وبيلعب ب 80% هو وايمن حفني بقدراتهم. ادي ايمن حفني بمهاره كان هيشمس الراجل ياخدها من فوقيه. حاجات اللي بتعجب الجماهير لو الجماهير موجوده. بامانه لسه الدوري بيفقد متعته بغياب الجماهير، تحس ان انت بتتفرج على فيلم من غير موسيقى تصويريه. ستانلي ينطلق لقدام، طالع احمد عبد الموجود، ترقيصه كويسه على الواقف يفتح بيها مساحه. اسامه ابراهيم الكروس العرضي خطيره جوه ال 18 لو اتلم عليها فتحي خطير شرير. جول 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 مصطفى فتحي. بقول لحضراتكم الخطير فتحي يسجل الهدف الاول كترجمه منطقيه لحاله السيطره مع الدقيقه 32. هدف التقدم عن طريق مصطفى فتحي بعد حاله فوضى دفاعيه للاعيبه التعدين، وفتحي هو اللي يسجل ويترجم. اول ما اتحرك من ربع ساعه قلنا بقى في شكل المناطق الاماميه، وهو اللي يترجم للتقدم مع الدقيقه 32 تقريبا 1-0. ومصطفى فتحي صاحب البدايه النهارده، اول اهدافه في الدوري على فكره. مصطفى فتحي لم يسجل هذا الموسم اول هدف لمصطفى فتحي. بص الاستلام واربع خمس لعيبه مش بالكثره، انما فتحي هو اللي موجود صاحب شركه المهاره والكباري والاجوان. النهارده بيشغل فرع الاجوان وبيسجل جون في منتهى الجمال والروعه، ما يقدرش يطلعها هشام عبد الحميد بعد ما طلع مصطفى عبد الستار من المرمى. وادي اللعيبه اللي عندها المهاره بدون اي انفعال، والراجل هما الاثنين اللي يمتعوك، انما ازاي يفيدوا فرقتهم بقى مع الاداء الجمالي ده.
اماميه عند ستانلي، سجل هدف اللقاء اللي فات ستانلي امام طلائع الجيش، كان برضو اول اهدافه الموسم الحالي. ستانلي في الدور الاول وامام الجيش سجل ثالث اهدافه. ملعوبه كره من جديد، ايمن حفني بترقيصه على الواقف، لسه ما حدش قرب منه، يفتح مساحه في الجبهه الشمال، تعدي خطيره، انما تعدي من الاثنين، مش ممكن اللي فاتت عند حسني فتحي وتعدي من محمد نادي بشكل غريب. هنشوف كده كان في قرار من المساعد ولا حاجه، ما فيهاش اي حاجه. حسني فتحي سليم 100%، يا دوبك طلع المدافع كده عشان يسيبه. هو في ربع جون، احنا بنقول معدل تهديفي نحسب بيه نادي الزمالك ماشي ازاي. عرضيه موجوده داخل ال 18 خطيره، في مشكله لعيبه التعدين في عمليه الرقابه بعرضيات نادي الزمالك. باسم مرسي تطلع الكره وتعلى لخارج الملعب، انما بص العرضيه لما اتعملت من ايمن حفني، فتحي عمل له رميه التماس، وباسم مرسي لف كويس قوي يشيلها وتخبط الى ضربه ركنيه. متاخرين اللعيبه في عمليه المان في الرقابه على باسم او اي حد موجود جوه ال 18. تتلعب العرضيه، طالع مصطفى عبد الستار ما يمسكش للمره الثانيه بعد ما اخطا في اول 5 دقائق، واسلام جمال اللي جاي من المناطق الدفاعيه، وانا بتكلم على تواجد اسلام صيام واحمد عبد الموجود داخل. طب بص الراجل برضو الكره علقها ازاي من فوق. محمد نادي لرمضان ربيع جوه ال 18، خطيره في الشبكه من بره، مش ممكن اللي فاتت، خطيره للتعدين. فاجئونا بهجمه مع النهايه اللي قلت هل يتطور ادائهم الهجومي. تتلعب الكوره وعلي جبر اللي مستني ولعب برضه على التسلل مع اسلام جمال، انما هرب منهم وفك باتريك ادو اللي كان هيعمل خطوره على مرمى الشناوي. ادي بص شوف باتريك ادو وعلي جبر اللي استنى، والراجل في موقف سليم 100% بعد تمريره رمضان ربيع اللي اول مره يضربوا بيها المناطق الدفاعيه. يا سلام يا شناوي، الشناوي يشيلها ايه، جت في رجل الشناوي. بستانلي، ايمن حفني، مصطفى فتحي، الفرود الرئيسي باسم مرسي. الناحيه الثانيه مصطفى عبد الستار، ضربه البدايه امين عمر. بدانا احداث الشوط، على شمالنا هيبقى فريق التعدين اللي بنكمل التشكيله بتاعته من غير وضعيه فنيه للعيبه لغايه ما الكره تقف ونقول الشكل اللي هيلعبوا بيه. تلعب الكره اماميه، باسم مرسي يقع على الارض وياخد معاه فاول المؤثره ويوصلوك في فترات مهمه لاماكن الخطوره الهجوميه. انما هيبدا بمين النهارده؟ محمد حلمي لو عايز يغير الشكل شويه قدام. وقلت ستانلي تحس ان هو تايه في الطريقه اللي بيلعبوا بيها 3-1 في المناطق الاماميه. مصطفى فتحي من بره ال 18 معروف على شماله، تسديده جامده، طالع عبد الستار 5 متر لقدام انما بعيده ياردتين 3 عن القايم الشمال، سدد واحده بيمينه معروف يوسف. النهارده موظفه الجهاز الفني ديفندر تاني جنب طارق حامد، كان اللقاء اللي فات دونجا هو اللي موجود. لعبوا النهارده بمعروف يوسف اللي كان بيلعب باك شمال، الباك الشمال حير مدربين، ومعاهم طلعت عبد الوهاب حارس مرمى. تتلعب اماميه، ياخدوها تاني عن طريق عبد الله الشحات، عبد الله يحركها لمدبولي، مدبولي يستنى ويقف شويه على الكوره لغايه ما يجي له الشحات، تسديده جامده تروح للشناوي، تسديده عاديه مش جامده ولا حاجه، احنا اسفين يا عبد الله، تسديده عاديه للشناوي مسكها سهله الراجل. تتلعب تاني، ستانلي ماشي بيها لقدام، ادي سرعات ستانلي، انما هيكملوها ازاي؟ ايمن حفني يحطها قدام ال 18، يتعامل الدفاع وتيجي على وسط الملعب من جديد عند هشام عبد الحميد الى رمضان ربيع، كرة مشتركة مرتين 3، يمشي الحكم يقول مفيش أي حاجة، يغير اتجاه اللعب عند مدبولي لأكتر إنتاج هجومي، إنما لغاية مراحل معينة، يعني الراجل بيسندوا عليه، بيروح بيضغط على جبهة أسامة إبراهيم الباك اليمين زي محمد مسعد اللي جايبينه برضه من الفريق الفيومي نادي المقاصة، أو محمد مجدي قلب دفاع النادي المصري. عرضيه حلوه، ستانلي جوه ال 18 تعدي وتروح الناحيه الثانيه، فتحي الخطير يا ولد، ايه يا ابن الجمال ده، ايه يا ابن الجمال ده، فوقتنا من فتحي، خطير شرير مش ممكن. مصطفى فتحي اول ما الكره تجيله يعمل لك زلزال في مناطق ال 18. بص شوف العرضيه، استلم الراجل وعلى الهادي كده كان هيترك على التعدين وهو سخن، كان هيجيب الجون الثاني. بص شوف فتحي بيعمل ايه، الاستلام وجوه الصندوق بعيد تماما عن الرقابه المدافعين. تلعب الكره على وسط الملعب عند طارق حامد، يبقى تبديل اول لمحمد حلمي بوجود حسام باولو مكان باسم مرسي بعد 12 دقيقه تقريبا من ال 45 دقيقه الثانيه والشوط الثاني من احداث المباراه. على جنب مصطفى فتحي من بره ال 18 قصيره، هات وخد حلوه،
لفتحي تاني على يمينه، هيظبط ويرجع على رجله اللي بيعمل بيها الشغل والتأثير، رجله الشمال، ترقيصه جوه ال 18. امين عمر يدي ضربه حره على نادي الزمالك، ضربه حره على ايمن حفني، بيعترض الريس حفني، بيعترض. لعيب مهاري، لعيب كبير. قلنا في الشوط الاول 2 من اللعيبه عدى الراجل، اداله ايه؟ زغلوله كده كوبري على الماشي، مشكله. هي دي الحته اللي بيستناها بقى جماهير الزمالك. قلنا شركه حفني وفتحي للكباري والترقيص والاجوان، واحد جاب جون وواحد عمل كوبري، انما خد معاه فاول فريق التعديل. ضربه حره، وادي هيثم مصطفى اللي كنت بتكلم عليه كتير، واحد من لعيبه الوسط اللي عمل لك التوازن في اداء فرقته وعمليه الربط. اتاخر كتير، خطا مصطفى عبد الستار، باولو الخطير، باولو يظبطها لنفسه، اتاخر خلاص من اول مره، اتاخر باولو الراجل، تحس ان فقد تركيزه بعد ما مصطفى عبد الستار غلط وكان هيكلف فرقته هدف تاني. انما دي خطوره باولو، مهاجم ما تقدرش تسرح قدامه ولا جزء من الثانيه، لا مدافعين ولا حراس مرمى. تروح الكره المعروف، معروف يوسف يطلع بره، لمح حسني فتحي وقع جوه ال 18، انما نادي الزمالك مازال بيستغل الاخطاء. وادي الرعونه واتاخر كتير مصطفى عبد الستار، باولو كان هيسدد ما لبستش في وش رجله وتعطلت الكوره، واحمد عبد الموجود حل المشكله الدفاعيه ورجع معاه هيثم مصطفى بعد انذار الى رمي التمشي. كبالة، حمد لله على السلامه يا شيكا، واحد من اصحاب القدرات الخاصه شيكابالا. دي اللعبه اللي عملها عبد الله الشحات، جت في دماغ اسامه ابراهيم، من اللعيبه اللي بتمتلك طابع خاص في فنون وسحر الكوره. نتفق نختلف مع شيكابالا، يبقى واحد من اللعيبه المهاريه الكبيره في تاريخ نادي الزمالك. بطولات مش بطولات، ادي رايح بشاره الكابتن لشيكابالا، الحته اللي كنت لسه هتكلم عليها. الانديه اصحاب البطولات والتاريخ، اللعيبه من صغرها بتعرف الانتماء، بتموت نفسها. اللعيبه اللي بتيجي من بره بفلوس بتبقى عاوزه تعمل تاريخ، مش بنفس اداء وشكل اللعيبه اللي انت ربيتها وطلعتها من قطاع الناشئين. بكل امانه بتكلم على الاهلي والزمالك. ادي شيكابالا بابتسامه جميله بيستقبل واحد من اللعيبه اللي اجاتت النهارده. لو حطينا لعيبه على مستوى الدرجات فوق ال7 وال8 مصطفى فتحي، وده الجون اللي سجله بخطأ من محمد نادي اللي رد له الكوره واستغلها حلو قوي مصطفى فتحي داخل الصندوق. هدف اللقاء الوحيد، سحبوا الهجمه قبل ما يرجع اللعيبه تتمركز بشكل مثالي في وسط ملعبهم. الشناوي من جديد، الزمالك عمل تبديل بوجود شيكابالا في مناطق وسط الملعب الهجوميه على حساب مصطفى فتحي. واحد من جمهور الزمالك يقول لك فتحي هو اللي كان فايق، فتحي هو اللي كان ممتعنا. هل كان ممكن يسحب حد تاني ويدفع بشيكابالا؟ كله وارد، واحنا بنتكلم زينا زي حال الجماهير واحنا بنتفرج على المباراه. استنلي يستلم، يلعبها لشيكابالا قصيره، يحطها اماميه لحسام باولو، انما يطلع المره دي عبد الستار ويخطفها قبل حسام باولو. برضه بتبقى مشكله توظيف داخل الملعب، كل حاجه موجوده ووارده في كره القدم. خدها شيكابالا، يا ولد يا لعيب، يضغط كويس قوي جنبه ايمن حفني يسلمها له، هيبص ويلعب لشيكابالا. الناحيه الثانيه فتحت، لو رفع عينه خطير، انما رايه خطيره، انما رايه مش ممكن اللي فاتت. لو رفع عينه ايمن حفني خلاص الجبهه الشمال كان هيروح انفراد منطلقين. بص استنلي فين، بص استنلي فين، كان هيبقى وشه للجون، كان هيبقى وشه للجون. استنلي طمم يوسف على حساب محمد نادي. تتلعب الكره عاليه طويله عند احمد عبد الموجود، ياخدها كويس قوي ابراهيم، طالع له باولو، لعبها لشيكابالا قصيره. مش ممكن يا ابراهيم، هجمه خطيره انما يلعبها قصيره في النهايات الهجوميه اللي فيها مشاكل كتير للزملكاويه النهارده. هنشوف اللعبه تاني بتاعه محمد ابراهيم. بص محمد ابراهيم استلم حلو قوي وخدها كده من قدام اسلام صيام، انما الاخيره التمريره بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام يا ابراهيم، لعيب كبير. الحته الاخيره دي لو طلعت منه مظبوطه، سواء بص على باولو، شيكابالا لو رفع عينه الناحيه العكسيه يعديها حلو قوي. محمد ابراهيم الخطير، ابراهيم الحريف، تتكعبل الكوره لسه باولو، نصيبك جول جول جول. باولو بتاع الاجوان، نصيبك يا ابني الجون الثاني. حسام باولو هو الراجل ده تخصصه، مكانه حتته، الفنان الكبير حسام باولو، هداف الدوري موسمين. 2-0 خلاص يحلوا لك كل المشاكل، والزمالك يقترب من ال3 نقاط تقولها وانت مطمن بعد الجون الثاني. مباراه كانت معلقه حتى النهايه، كعبلت في رجل ابراهيم، انما تروح لصاحب نصيبها حسام باولو حافظ ال18.